كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ازاي نرفع الفيديو بطريقة احترافية وبدون اخطاء عشان نضمن نجاح الفيديو باسرع طريقة ممكنة. النهاردة بقى هنتكلم عن مواصفات الفيديو الناجح اللي نقدر نرفعه بحيث ان احنا نساعد خوارزميات اليوتيوب انها تنجحه. مبدئيا كده يا جماعة انا قدامي فيديو اهو، انا خلصت المونتاج بتاعه خالص، ناقص ان انا اعمل له ريندر. اهم حاجة ما نبخلش في جودة الريندر. انا دلوقتي بستخدم برنامج البريمير برو، ودي الشاشة اللي المفروض ارندر منها الفيديو. معظم كاميرات الموبايلات في الوقت الحالي بتدعم جودة عالية جدا من الفيديوهات، اقل حاجة بتبقى فول اتش دي 1080، ودلوقتي بقى فيه كمان ال 4K. فلما نيجي نرندر فيديو عشان نطلعه للناس ما ينفعش ان احنا نبخل في جودته. يعني الفيديو ده انا مصوره بجودة 4K، المفروض ان انا لما اجي ارندره برضو على نفس الجودة اللي هي ال 4K. شوفوا يا جماعة لو تلاحظوا انا لما عملته على 4K هاي بيت ريت لقينا حجم الفيديو بقى صعب جدا، بقى حوالي 4.5 جيجا. ودي الغلطة اللي معظمنا بيعملها. بعد ما بنخلص المونتاج ونيجي نرندر بنلاقي حجم الملف كبير. اولا الجهاز هياخد وقت كبير على ما يرندره، تاني حاجة هياخد وقت اكتر عشان يرفعه. فبنعمل ايه؟ بنضطر ان احنا بننزل في الجودة، ودي مشكلة كبيرة. لازم نبقى فاهمين حاجة مهمة جدا، ان دلوقتي كل حاجة شغالة بالذكاء الاصطناعي. حتى خوارزميات اليوتيوب بقت شغالة بالذكاء الاصطناعي. اليوتيوب دلوقتي بقى يراجع الفيديو ويشوف جودته عاملة ايه. لو لقى جودة الفيديو ضعيفة اليوتيوب مش هيظهره للناس اصلا، لان في الوقت اللي احنا فيه بقى كل الناس معاها موبايلات عالية وبتصور فيديوهات بجودة عالية، وبقى السوق مزدحم جدا. فاستحالة يسيب الناس اللي مصورة بجودة مقبولة ويروح للناس اللي مصورة بجودة اخرها 360. يعني لو جينا نلاحظ هنا البيت ريت بتاع الفيديو هنلاقيه عالي، هنلاقيه تقريبا حاجة و30 اهو 30. فحضرتك عشان تقلل حجم الفيديو شوية فبتضطر انك تقلل البيت ريت بالشكل ده. شايفين حجم الفيديو قل حوالي 4 اضعاف، بس في المقابل جودة الفيديو بتاعك بقت ضعيفة. اليوتيوب هيقدر ان هو يقرأ الفيديو بتاعك ويعرف ان البيت ريت بتاعه قليل، فبالتالي هيعرف ان المحتوى بتاعك مش متعوب عليه. عشان كده بالرغم من ان المرحلة دي بتاخد وقت طويل في انك تمنتج الفيديو او ان انت ترفعه، طبعا عارف النت عندنا في مصر بعافية شوية، الا ان من المهم جدا المنتج النهائي بتاعك يتصدر للناس بشكل محترم. يعني هنا البيت ريت ممكن نقلله شوية، نخليه 20 او 24، ما ينفعش ان احنا نقلل عن كده. تاني حاجة نختار ريندر ات ماكسيمم ديبس ونستخدم ماكسيمم ريندر كواليتي، ما نبخلش تماما في الاعدادات بتاعتنا، ولازم تبقى عارف ان اليوتيوب هيقرا الاعدادات دي كويس قوي. تاني حاجة بالنسبة للصوت، شايفين يا جماعة الاعدادات دي كده عبارة عن بيانات للصوت، اليوتيوب برضو بيقراها وبيعرف اذا كان جودة الصوت بتاعتك محترمة ولا لا. انا معاك جدا انك تقدر تطلع محتوى بالامكانيات اللي في ايدك دلوقتي، لكن صدقني لو اشتريت مايك ب 200 جنيه مش ده اللي هيفرق معاك، لانك في المقابل هتطلع صوت محترم. الناس ممكن تسامحك لو جودة الصورة مش احسن حاجة، لكن استحالة تسامحك لو الصوت مش مسموع. فحضرتك تجيب مايك حتى لو ب 200 300 جنيه وتبدأ انك تسجل بيه، بحيث ان اعدادات الصوت عندك تبقى واضحة ومحترمة اليوتيوب يقدر يعتمد عليها. بالنسبة بقى لجودة التصوير، سواء حضرتك بتظهر بنفسك او بترفع فيديوهات بدون ظهور، اهم حاجة الصورة تبقى مريحة للعين. لو حضرتك بتظهر يبقى حضرتك في منتصف الكادر بالظبط، الاضاءة اللي حواليك تبقى اضاءة هادية جدا تظهر ملامح وشك بدون ما تبقى الصورة مفرقعة، وفي نفس الوقت ما تبقاش الصورة مظلمة. يعني انا دلوقتي عايز اوريكم حاجة، دي كده صورة من فيديو نازلة على اليوتيوب من قناة طبخ. شايفين التصوير يا جماعة عامل ازاي؟ يعني انا بجد انا مش فاهم، يعني اللي بتصور ماسكة الموبايل وداخلة بيه جوه الحلة، ولا التصوير ده طالع ازاي؟ طب الاضاءة عبارة عن ايه؟ انا مش فاهم. دي المفروض طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة. الصورة ولا باين فيها لحمة ولا باين فيها مسقعة ولا باين اي حاجة خالص. يعني لو مش مكتوب عنوان على الفيديو انا ما كنتش اعرف اصلا ايه اللي بيتعمل هنا. فده مش منطقي يا جماعة. في ظل الموبايلات دلوقتي والكاميرات اللي بتنزل فيها، الصورة اللي زي دي مش مقبولة بالمرة. المشاهد مش عايز حاجة تبهر عينه، بس على الاقل يبقى شايف اللي بيحصل قدامه. يعني قدر ان المشاهد هيضيع جزء من الباقة بتاعته عشان يشوف الفيديو بتاعك، فالفيديو بقى يتشاف، مش يخش يخسر الباقة على الفاضي ويطلع. لو تلاحظوا كده الفيديوهات اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي او اللي بيبقى فيها رسوم متحركة او جرافيكس اللي ما بيكونش فيها اي ظهور او عوامل اضاءة خارجية، الفيديوهات دي بتنجح بطريقة اسهل واسرع بكتير من الفيديوهات اللي حضرتك بتفضل تتعب فيها وتعمل اضاءة وتعمل زاوية تصوير. ايه السبب؟
السبب ان خوارزميات اليوتيوب لما بتقرا الفيديو بتاعك وتلاقي ان الفيديو بتاعك البيت ريت بتاعه قليل، جودته قليله، التصوير فيه مش احسن حاجه، بالتالي اليوتيوب مش هيديله دفعه، يا دوب هيديله 200 300 مره ظهور، ولو ما جابش تفاعل ومش هيجيب تفاعل، فبالتالي اليوتيوب دلوقتي من حقه يموت لك الفيديو بتاعك. انما الفيديوهات اللي معموله بالذكاء الاصطناعي او فيها جرافيكس او رسوم متحركه، دي الكمبيوتر هو اللي عاملها، فبالتالي جوده الصوره بتبقى عاليه، فالخوارزميات بتقراها على انه فيديو احترافي، فتقوم مدياله دفعه اكتر بكتير، فتكون فرصه نجاحه احسن واعلى. عشان كده ما ينفعش انك تستخسر في مصدر اضاءه، ما ينفعش تستخسر في وقتك وانت بتعمل مونتاج، ما ينفعش تستخسر حتى في الوقت بتاع رفع الفيديو، ما ينفعش تستخسر في حته مايك صغير يطلع لك الصوت بتاعك واضح ونقي. الحاجات دي تحسها في البدايه كده ملعبكه وملخبطه وهتاخد منك وقت كتير، بس لازم تبقى مؤمن ان الحاجه دي مادام انت بتحبها وبذلت فيها مجهود فالنجاح جاي جاي. لكن ما ينفعش تستخسر في الاساسيات دي وترجع تقول اليوتيوب ظالمني وانا مش بجيب مشاهدات ليه. الفيديوهات الجايه ان شاء الله عندنا كلام كتير نقوله، زي الصوره المصغره، وازاي نصور بطريقه احترافيه، وازاي نتلاعب بالالجوريثم بتاعت اليوتيوب. فتابعوني وما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.